يخيل إلي أن جوهر السعادة في التواصل. جوهر السعادة في التواصل، وانتبهوا، التواصل الواعي، في التواصل الواعي. بمعنى لو أنني جعلت علاقتي مع أملاكي، مع قصري، مع فللي، مع جزري، مع سياراتي الفارهة ذوات الملايين من حيث الثمن، مع لن أسعد. لو جعلت تواصلي مع حيواناتي سأكون أقرب إلى السعادة. مع حيواناتي، مع الببغاء الثمين أبو نص مليون دولار، ما هو مليونير هذا وملياردير، اشترى ببغاء بنص مليون، ما فيش منه كثير، عادي، سيكون أقرب إلى السعادة. مع كلابه أعزكم الله، مع قططه، مع أسماكه في الأكواريوم أو حوض الأسماك، سيكون أدنى إلى السعادة. طب لا، شوية خطوة للأمام. انتبهوا، إيش الفرق بين التواصل مع الجزر والسيارات والأملاك والتواصل مع الأسماك ومع الطيور ومع الحيوانات الأليفة؟ تواصل واعي. الوعي، هذه كائنات تعي بمحبتك، تعي باهتمامك، تعي بوفائك لها، باهتمامك بها، وأنت تعي أيضا ماذا؟ امتنانها لك. وعلى فكرة، وهذه طيف مستمر، وعي القطط والكلاب، حتى بصراحة واضح أنه وعي الكلاب أعظم من وعي القطط، ولذلك الكلاب أكثر وفاء لأصحابها. من الصعب أن تفارق أصحابها، أحيانا تنتحر تؤثر الانتحار، تمتنع عن الأكل والشرب حتى تموت بموت أصحابها. شيء عجيب، وفاء عجيب جدا، أكبر من وفاء البشر يعني أحيانا، أو من بعض البشر طبعا. فأكثر من القطط. والكلاب والقطط أكرمكم الله وعيها بالتواصل بالاهتمام أعظم من وعي ماذا؟ الطيور الغريدة وغير الغريدة. وعي الطيور بالتواصل أعظم من وعي الأسماك، أسماك الزينة أكيد. لذلك سعادتك بالتواصل مع الكلاب والقطط ستكون أعظم من سعادتك بالتواصل مع مع أسماك الزينة. إذا فهمنا هذا القانون، إنه كان ظلوما جهولا. فهمنا القانون، نمشي خطوة إلى الأمام، نمضي خطوة إلى الأمام. التواصل مع البشر، وين عاد كلاب وهرة؟ البشر يشاركوننا، يشاركون اهتماماتنا الميتافيزيقية، الروحية، الفلسفية، الاجتماعية، السياسية، النفسية، العلمية. شيء عجيب. ادخل معنا في مناظرات في هذه القضايا كلها، بيختلفوا، بوافقوا، بيقطعوا، يتقاطعوا، أهلا وسهلا. لذلك تواصلنا مع البشر يعطينا سعادة أكبر بكثير. لكن انتبهوا، هل التواصل مع البشر تواصل مطلق وتام وكامل من كل جهاته وجنباته؟ طبعا لا. البشر من الصعب أن أتواصل معه ما لم يكن ماذا؟ أمامي، يسمعني وأسمعه، أو حتى عبر الهاتف ووسائل التواصل، الواتساب وأمثاله يعني. لكن المهم لابد من تواصل حسي إلى حد ما، مع أن الروح عندها منطقها. إذن هذا يفضي بنا إلى الدرجة النهائية، وهي المنتهى وليس وراءها مرمى. وهي المنتهى وليس وراءها مرمى. التواصل مع كائن، مع وجود واعي دائم ثابت غامر عام، في ليلك في نهارك، وأيضا مأمون أن يقع التباس أو سوء فهم من الطرف الآخر. مشكلة التواصل مع البشر أحيانا أنك تحب زوجتك أو تحب ابنك أو صديقك أو جارك وتبغيه الخير، لكن تخذلك الوسيلة أو السبب أو الحيلة، فيسيء فهمك ويظن أنك تبغيه ماذا؟ العنة والألم، ويحصل سوء تفاهم. وأحيانا الرؤوس تكون ماذا؟ عنيدة قاسية، هذا يركب رأسه هذا يركب رأسه، تقع ماذا؟ الفرقة، الانفصال. عجيب. لا، رب العالمين لا إله إلا هو متواصل بشكل دائم، في الليل في النهار، وأنت هنا وأنت في أستراليا وأنت على المريخ، وأنت في أعماق البحر، أينما تكون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر فنادى في الظلمات. شوف كلمة في الظلمات، تواصل على جميع المستويات، في أعماق البحر، في جوف حوت، وفي ليل أليل دامس طامس. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. كشف الله غمته وأنقذه. لا إله إلا هو. تواصل دائم، لا إله إلا الله. شيء عجيب.